بسم الله الرحمن الرحيم. إن مجلس محافظة حلب الحرة يدين استهداف المدنيين في أي مكان من الأراضي السورية ومن أي جهة كانت، ونذكر العالم بأن النظام المجرم هو من اعتاد على ارتكاب مثل هذه الجرائم، فهو من يقذف التجمعات السكنية والمدنيين ويدمر أحياء سكنية كاملة بالبراميل المتفجرة التي لا يمكن التحكم بمسارها، وكذلك بصواريخ سكود التي تطلق من مئات كيلومترات وتسقط على المدن والأحياء السكنية. وقد ثبت عليه ارتكاب مجازر بحق المدنيين واتهام الثوار بها، مثل تفجير تجمع سيارات الركاب في العاصمة دمشق، والتي ظهر للعالم جليا كيف أن الإعلام الفاسد للنظام كان يجهز مسرح الجريمة ويزور الحقائق لاتهام الثوار بالمجزرة. وأيضا قصف المدينة الجامعية بحلب، والتي ثبت لاحقا أنه كان بالطائرة وليس بمفخخة كما ادعى النظام. ومثل هذه حوادث كثيرة لا تعد ولا تحصى قام بها النظام ومرتزقته وميليشياته الإيرانية واللبنانية والعراقية والمندسين من عملائه في الأماكن المحررة. وبالمقابل فإن الثوار لم يقوموا بقصف التجمعات السكنية التي جعل منها النظام المجرم ثكنات عسكرية ونصب فيها منصات الصواريخ والمدفعية لقصف السكان في الأماكن المحررة. وندين القنوات الإعلامية والمرصد السوري لحقوق الإنسان ونطالبهم بالدليل الواضح على توجيه التهم للثوار. ونطالب المجتمع الدولي أن يطالب النظام بسحب مرتزقته من الأحياء السكنية، لأن ذلك يتناقض مع المواثيق الدولية والإنسانية للحفاظ على أرواح المدنيين وعدم اتخاذهم كدروع بشرية. ونعزي أهالي الشهداء المدنيين الذين سقطوا في هذه المجزرة في حي الجميلية بحلب خاصة وفي سوريا عامة، متمنين من الله النصر للشعب السوري في ثورته المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.